ولقد كانت العرب في جاهليتها تفتخر بحسن الجوار. فهذا عنترة بن شداد يقول: وأغض طرفي أي أغض بصري إذا ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. وإن حسن الجوار أيها المسلمون دليل على كمال عقل الإنسان وكمال فضله. يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى كما في الآداب الشرعية لابن مفلح: 3 إذا كن في الرجل لم يشك في عقله وفضله: إذا حمده جاره وقرابته ورفيقه. وخير الجيران عند الله عز وجل يوم القيامة خيرهم لجاره في هذه الحياة الدنيا، كما أخبر بذلك نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. خطبة للشيخ الفاضل خالد بن مرجح حفظه الله تعالى كانت بتاريخ 27 من شهر رجب لعام 1447 من الهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. سجلت هذه المادة في دار الحديث بالفيوش حرسها الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فيا أيها المسلمون إن شريعتنا الغراء قد جعلت للجيران على بعضهم حقوقا فرغبت في أدائها وأمرت ورهبت من تضييعها وزجرت. فمن قام بها حق القيام كان من المعظمين لشعائر الله عز وجل ودينه. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ومن فرط فيها فقد أساء وتعدى وظلم. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. ولقد كانت العرب في جاهليتها تفتخر بحسن الجوار. فهذا عنترة بن شداد يقول: وأغض طرفي أي أغض بصري إذا ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. وجاءت هذه الشريعة المحمدية فرسخت ذلك وثبتته ودعت إليه ورغبت فيه وأمرت به. فأمر الله تبارك وتعالى بالإحسان إلى الجيران في تلكم الآية العظيمة التي تسمى عند العلماء بآية الحقوق العشرة. فقال الله عز وجل في كتابه الكريم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. شاهدنا من الآية قول الله عز وجل: والجار ذي القربى والجار الجنب.
والذي عليه أكثر المفسرين أن المراد بالجار ذي القربى هو الجار الذي بينك وبينه قرابة في النسب، والمراد بالجار الجنب هو الجار الذي ليس بينك وبينه قرابة في النسب. فأمر الله عز وجل بالإحسان إليهم جميعا، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم حث على حسن الجوار وأمر به ورغب فيه في غير ما حديث من الأحاديث الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك ما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث أبي شريح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وهكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حسن الخلق وصلة الرحم وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. وهكذا كان جبريل عليه السلام كثير الوصية بالجيران، حتى قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وهكذا يخبر نبينا عليه الصلاة والسلام بأن من أركان السعادة في هذه الحياة الدنيا الجار الصالح، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سعادة المرء المسلم في الدنيا الجار الصالح والبيت الواسع والمركب الهنيء. وإن البيوت لتغلو أسعارها أيها المسلمون وترخص بحسب صلاح الجيران وفسادهم. وفي هذا يقول القائل: يلومونني إذ بعت بالرخص منزلي ولم يعرفوا جارا هناك ينغص، فقلت لهم كفوا الملام فإنها بجيرانها تغلو الديار وترخص. وإن حسن الجوار أيها المسلمون دليل على كمال عقل الإنسان وكمال فضله. يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى كما في الآداب الشرعية لابن مفلح: ثلاث إذا كن في الرجل لم يشك في عقله وفضله: إذا حمده جاره وقرابته ورفيقه. وخير الجيران عند الله عز وجل يوم القيامة خيرهم لجاره في هذه الحياة الدنيا، كما أخبر بذلك نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. وليعلم بأن شهادة الجيران للإنسان بالخير أو بالشر معتبرة، فقد روى الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف لي أن أعلم إذا أحسنت أو أسأت؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سمعت جيرانك يقولون قد أحسنت فقد أحسنت، وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت. بل روى ابن حبان في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت فيشهد له 4 أهل أبيات من جيرته الأدنين أنهم لا يعلمون فيه إلا خيرا، إلا قال الله عز وجل: قد قبلت علمهم فيه وغفرت له ما لا يعلمون. فيا له من فضل عظيم، والموفق من وفقه الله رب العالمين. ما من مسلم يموت فيشهد 4 أهل أبيات من جيرته الأدنين أنهم لا يعلمون إلا خيرا، أنهم لا يعلمون فيه إلا خيرا، إلا قال الله عز وجل:
قد قبلت علمهم فيه وغفرت له ما لا يعلمون. ويا هذا إذا لم تكن ممن يحسن إلى جيرانه فلا أقل من أن تكف أذاك عنهم. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من لا يأمن جاره بوائقه، أي ظلمه وشروره. وجاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة رجل لا يأمن جاره بوائقه. وجاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن امرأة تصلي وتتصدق وتصوم إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها. فتأمل في هذا الحديث: إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها، فكيف بمن يؤذي جيرانه بأقواله وأفعاله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هي في النار. ثم أخبر بعد ذلك عن امرأة قليلة الصلاة والصوم وأنها تتصدق بالأتوار من الأقط، أي من اللبن المجفف، ولكنها لا تؤذي جيرانها. فقال عليه الصلاة والسلام: هي في الجنة. وإن مما نتواصى به أيها المسلمون الكرام الصبر على أذى الجيران واحتساب الأجر والثواب عند الله عز وجل على ذلك، مع دعائنا لهم بالصلاح والهداية، فإن هذا من أسباب محبة الله عز وجل للعبد. جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يحبهم الله، وذكر منهم رجلا كان له جار يؤذيه فصبر على أذاه حتى يفرق، وذكر منهم رجلا له جار يؤذيه فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهما موت أو ضعن، أي موت أو سفر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مباركا فيه إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. أيها المسلمون، إن للجيران حقوقا كثيرة على وجه التفصيل، ولكن هذه الحقوق ترجع إلى أصلين اثنين: الأصل الأول بذل الإحسان إليهم، والأصل الثاني كف الأذى عنهم. وقد وردت أدلة متعددة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام في فضل الإحسان إلى الجيران، وقد تقدم ذكر شيء منها. ولتجعل نصب عينيك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وإن من أعظم الإحسان إلى الجيران بذل النصيحة لهم. فإذا رأيت من جارك تقصيرا في طاعة الله أو انتهاكا لما حرم الله عز وجل، فعليك أن تبذل له النصيحة وأن تذكره بالله عز وجل. وهكذا من صور الإحسان إليهم بذل السلام لهم، وطلاقة الوجه معهم، وتهنئتهم عند أفراحهم، ومواساتهم عند أتراحهم، والإحسان إليهم في حدود المقدور والمستطاع. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك.
بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة، كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول: يا رب، هذا أغلق بابه دوني ومنعني معروفه، هذا أغلق بابه دوني ومنعني معروفه. فلذلك علينا معاشر المسلمين أن نتقي الله سبحانه وتعالى، وأن نتفقد جيراننا وأن نحسن إليهم، لا سيما في مثل هذه الأيام التي صعبت فيها المعيشة وغلت فيها الأسعار. فليتفقد بعضنا بعضا، على ذلك أن يكون سببا في رحمة الله عز وجل لنا، وفي أن يكون سببا لجبر كسرنا وضعفنا. وهكذا علينا معاشر المسلمين أن نحذر أشد الحذر من أذية الجيران، ولنجعل نصب أعيننا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. وصور الأذية كثيرة، فمنها أن يعتدى عليهم بالسب والشتم واللعن وما شابه ذلك، ومنها أن يفترى عليهم، ومنها كذلك أن تؤخذ شيء من حقوقهم، ومنها أيضا أن توقف السيارات بجانب بيوتهم حتى تضيق عليهم في دخولهم وخروجهم، ومنها أيضا أن تجعل القمائم بجانب بيوتهم، ومنها كذلك أن تهتك أسرارهم وتكشف. فالجيران من أعرف الناس بأسرار جيرانهم، فمن الإساءة العظيمة ما يحصل من بعضهم من كشفهم لأسرار جيرانهم. وهكذا من جملة هذه الإساءات أن يتطلع على عورات الجيران، وهذه من أشد الأشياء خساسة ودناءة، أن يتطلع على عورات الجيران. وهكذا تشغيل الغناء والموسيقى بصوت مرتفع، لا سيما في الأعراس، هذه كذلك مما يحصل بها الإساءة للجيران. والغناء والموسيقى محرم في الأصل، فكيف إذا انضاف إلى ذلك أذية الجيران والبقاء على هذا الحال إلى آخر الليل؟ لا يستطيع الجيران أن يناموا، ولا يستطيع الواحد منهم أن يصلي بخشوع وتدبر. فلذلك علينا معاشر المسلمين إذا أردنا الخير والسعادة في هذه الحياة الدنيا، وإذا أردنا أن نتعرض لرحمة الله عز وجل وجوده ولطفه، وإذا أردنا أن تدركنا مغفرة الله عز وجل وعفوه، فعلينا أن نحسن إلى جيراننا وأن نكف أذانا عنهم، فهذه من أعظم أسباب رحمة الله عز وجل لنا، ومن أسباب مغفرة الله عز وجل لذنوبنا. أسأل من الله عز وجل بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يدفع عنا وعنكم كل شر وضير. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا،
وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، أعداءك أعداء الدين. وصل اللهم